السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتوا شايفين كده في جو الصيف ده محتاجين حاجة ساقعة. هنعمل عصير المشروب الكركديه المركز. مش بنشربه في رمضان بس، في الأيام كمان الحر بيبقى طعمه جميل قوي. هو متلج في التلاجة كده، مع نحط عليه تلج بيبقى منعش في الصيف. بنعمله ونخليه عندنا على طول في التلاجة. هعمله لكم بطريقة جميلة قوي تحتفظي بيه على طول في تلاجتك. تعالوا معايا في الفيديو عشان تعرفوا انا عملته ازاي. بعمله بطريقة سهلة وبسيطة، ما بتحتاجيش بعد كده تحطي له غير المية. يلا بينا بقى على الفيديو. ما تنسونوش طبعا في البداية لو انتوا لسه جداد على القناة بسبسكرايب، ولو انتوا من متابعين القناة يا ريت لايك، ما تبخلوش عليا باللايك عشان يوصلكوا كل جديد مني. وطبعا لو عملتوه هتدوقوا احلى كوباية عصير كركديه. طعمه ما شاء الله حلو جدا ومنعش في الصيف. تابعوني بقى لاخر الفيديو. اول حاجه بنعملها يا حبايبي بنجيب مقدار من الكركديه. انا هنا كنت جايبه ربع كيلو بس، خدت اقل من ربع كيلو شويه. اول ما بنجيبه طبعا بيبقى فيه، ممكن تلاقي فيه زلط او تلاقي فيه مش نظيف، فلازم تنقيه الاول، تحطيه على صينيه كده وتنقيه، تحوشي الحاجات اللي بعد كده بنجيب حله وبنحطه نفضيه فيها ونغطيه بالميه. ممكن يحتاج منك ميه تاني وهو على البوتاجاز برضو، انا ما بنقعوش، انا بحطه على طول على البوتاجاز على طول. لو حابه تنقعيه في التلاجة تسيبيه في التلاجة كام ساعه كده سيبيه، بس انا صراحه بعمله كده حلو جدا، مش محتاج نقع وباخد منه اللون بتاعه والطعم بتاعه كله. كده بقى خلاص هحطه على البوتاجاز. تحطي على البوتاجاز علي عليه وبعدين وطي عليه شويه وسيبيه يغلي براحته لغايه ما الثمره بتاعته تتفتح وينزل اللون والطعم بتاعها. بعد كده باخده بصفيه على مصفى. انا في المرحله دي كنت صفيته اول مره وبرجع اخد اللي في المصفى ده احطه في ميه تاني. شايفين اللون بتاعه فتح قوي ازاي؟ بحطه في ميه تاني واديله غلوتين تاني وبرجع اصفيه. كده انا كنت خلصت خلاص المرحلتين، فخلاص ما بيبقاش فيه حاجه بقى خالص. بتحطي، انا حطيت حوالي كيلو سكر. انا زي ما قلت لكم ده كان اقل من ربع كيلو. دوقي السكر بتاعك، لازم السكر بتاعه يبقى يعني حلو قوي، عشان انتي هنزود له بعد كده الميه بس عشان ده المركز، مش هنحتاج نحط له سكر تاني. تقلبي حلو قوي طبعا، لازم تقلبي. انا هنا كنت طفيت عليه خلاص، بس مستغليه السخونيه بتاعته ان هو سخن قوي فالسكر هيدوب معاكي. لو حطيتي السكر بعد كده في مرحله تانية لما يبرد السكر هيغلبك عبال ما يدوب. احسن حاجه ما بياخدش معاكي دقيقتين. تقلبيه كده وهو سخن، ورجعت حطيت له دقة السكر بتاعه وحطيت له سكر تاني. لو انت ما بتحبوش السكر قوي ممكن تقللي الكميه شويه بتاعه السكر. لو انتوا بتحبوه مسكر زي كده حط زي ما انا حطيت. انا ممكن حطيت كيلو وي كمان بس بيبقى مظبوط جدا. ما بتحتاجيش بعد كده تحطي له غير الميه. والكركديه طبعا معروف الفوائد بتاعته، حلو جدا، وللضغط كمان العالي بيقلل الضغط. شايفين اللون بتاعه؟ لونه كده حلو جدا. لو انتوا حابين تعملوه زي شربات الكركديه، بتحطوا السكر في الاول مع الميه، بنعمله زي السيرب كده وبنخليه يتقل بسيط كده. انا عامله الشربات العادي، انتوا عاوزينه الشربات المركز بتحط بيبقى تقيل شويه زي السيرب وتصفيه برضو، وبترجعي تاني تحطي عليه ميه زي الخطوه اللي انا قلتلكوا عليها وبتديله غلوتين تاني فالسكر كله برضو بيروح، فبيبقى معاكي شربات بقى كركديه، بيبقى تقيل فعلا زي السيرب شويه. لكن انا بفضل الطريقه بتاعتي دي، انا متعوده عليها وحلوه جدا، بيدي معاكي كميه حلوه جدا. انا عمل معايا حوالي 4 لتر عصير مركز.
كان الكمية اللي قدامكم دي، وكان في ازازة تاني بتعبيه بقى في الازايز، اي ازازة فاضية معاكي، الازاز البلاستيك، عشان انا بحطه في بلاستيك عشان بحطها في الفريزر. لو انت حابه تحطيه بس ما يقعدش كتير قوي، يعني يقعد له مثلا يعني 5 ايام مثلا في التلاجة كده، عشان ممكن طعمه يغير، عشان انا مش حاطه عليه ماده حافظه خالص. لو انت عاوزاه يقعد معاكي شويه، هو شربات الكركديه بتحطي له ملح الليمون، ماده حافظه يعني على طرف المعلقه كده، بس انا ما بحبش يعني مفضلوش قوي، بحطه للضروره. هنا زي ما انتوا شايفين هو كده المركز بتاعه، فبحط ربع الكوبايه او ازيد حبه صغيره على حسب الطعم اللي انت حباه. بتحطي التلج عليه او تحطي الميه الاول وبعدين التلج، طبعا بيبقى طعمه حلو قوي، حاجه منعشه كده في الصيف، الولاد ما بيزهقوش منه ولا الكبار. في الحر كلنا محتاجين نشرب حاجات ساقعه، ويا ريت طبعا تبقى حاجه طبيعيه بيبقى احسن. الكركديه كمان الفوائد بتاعته جميله قوي وكلنا عارفينها. انا هنا كنت سبته تاني يوم، كنت عملته صراحه وكنت تعبانه فسبته تاني يوم. حطيته على رف التلاجة كده، كنت عبيته وحطيته على رف التلاجة، وتاني يوم طلعته بقى عشان اصور معاكم. فتلاقينه تلاقيه حتى مشبر والحاجات اللي انا حاطه عليها، الترابيزه اللي انا حاطه عليها مبلوله ميه، عشان الشفشق بيعرق من بره عشان هو كان ساقع اصلا. يا ريت بقى ما تنسونيش وانا في اخر الفيديو بسبسكرايب ولايك مع تفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويا ريت تتابعوني في على القناة بتاعتي وصفات جميلة، يا ريت تاخدوا فكرة عنها، ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات رأيكم ايه. ولو ليكوا اي استفسار سيبوا لي كومنت وانا هرد عليه، بفرح جدا بتعليقاتكم. ويا رب العصير النهارده بتاع الكركديه، شربات الكركديه او مركز الكركديه يكون عجبكم. يا ريت تجربوه بطريقتي، بعمله كده من سنين وكل بيعجبه جدا. ولو حابه تحطي عليه كمان تمر هندي، لو حابه تحطي عليه حبه تمر هندي في المرحله الاولانيه وهو لسه بيغلي ممكن، بس انا كده كنت عاوزاه الطعم بتاع التمر هندي صافي مفهوش طعم حاجه تاني. بس في ناس بيفضلوه بالتمر هندي، بس بيبقى طعمه حلو، بيبقى الطعمين ممتزجين كده ببعض، بس كده طعم التمر الكركديه الاصلي. وقابلكم بقى في فيديوهات تانية جديدة، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.